انضم معكم مشاهدينا الكرام عبر العالم لملخص المرحلة الأولى لمباراة المغرب التطواني الذي استقبل الوداد الرياضي البيضاوي على موقعة مسرح ملعب ثانية الرمل في مدينة تطوان. أولى المحاولات والفرص لمصلحة الفريق الأحمر العميد الوداد الرياضي البيضاوي. هنا فرصة بولي جونيور سامبو، وبعد ذلك أتت المحاولات الودادية سيف الدين بوارة والتسديدة والكرة التي ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. بعد ذلك المغرب التطواني من ركنية ودفاعات الوداد الرياضي البيضاوي. هنا المخالفة عن طريق أيوب الكحل والتوزيع المليمترية ذهبت لدفاعات الوداد، وبعد ذلك التسديدة ذهبت إلى خارج رقعة الملعب. وبعد ذلك أتت المحاولة التطوانية من مخالفة عن طريق اللاعب هلال الفردوسي، سدد هذه الكرة التي ذهبت ما بعد العارضة الأفقية لتنتهي الجولة الأولى بحصيلة التعادل السلبي 0-0 بين المغرب التطواني والوداد الرياضي البيضاوي. انضم معكم إلى المرحلة الثانية وعلى شاشة القناة الرياضية المغربية للشركة الوطنية لدعوة التلفزة المغربية بصوت الإعلامي عبد السلام عيدان. هنا ركلة الجزاء لفائدة الوداد الرياضي البيضاوي عند حدود الدقيقة 7 من المرحلة الثانية، تحصل عليها جمال حركاس ويحيى جبران، والكرة التي ذهبت إلى الكوزبار العارضة الأفقية. الوداد الذي أهدر علامة الجزاء، وبعد ذلك أتت المحاولات والفرص، وهنا الضربة الرأسية والكرة التي مرت قريبة من حارس مرمى المغرب التطواني يحيى الفلالي، كما هو الحال بالنسبة لحامي عرين مرمى الوداد الرياضي البيضاوي يوسف المطيع. المغرب التطواني والوداد البيضاوي، الكرة التي تدرجت في وسط الميدان مولى العرضية، وحارس مرمى الوداد البيضاوي يوسف المطيع. وبعد ذلك محاولة أخرى، تسديدة السنغالي بن نوسود الترانغا بولي جونيور سامبو، والكرة التي ذهبت إلى حارس مرمى المغرب التطواني يحيى الفلالي، كما هو الحال بالنسبة ليوسف المطيع حارس مرمى الوداد الرياضي البيضاوي. آخر المحاولات والفرص بالنسبة للاعبي المغرب التطواني، وهنا الكرة التي شقت الرحلة وذهبت بعيدة، وحكم الساحة يعلن على نهاية المباراة بالتعادل 0-0 بين المغرب التطواني والوداد البيضاوي. مرحبا.